الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المتابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات شروحات PDF تعليم السياقة، اللي فيهم نفس الصورة ونفس السؤال يوم الامتحان. معنا يا تشد البيرمي يا يشدك النجاح مضمون والفائدة كاينة. إذا بسم الله على بركة الله نشوف السؤال رقم 1. كنسوق بسرعة 80، مسافة الأمان كافية؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. باش نحسبوا مسافة الأمان كناخدو عشر السرعة وكنضربوه في 6. إذا غادي ب80، 8 في 6 هي 48. هنا راه مكيناش بيني وبينو 48. الجواب ديالنا غير كافية. وملي كيعود تحسب مسافة الأمان باش كتراقب واش صحيحة ولا لا، يا إما كيعطيوك الشجر ما بين الشجرة والشجرة 10، أولا البوطو 40، أولا الخط الأرضي كتكون فيه 20 الأبيض والخاوية كتكون فيها 6 كنحسبوها 10. تعقلوا السؤال رقم 2. كنسوق بسرعة 60، مسافة الأمان كافية؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هنا عطينا مسافة الأمان ديال 60، 6 في 6 36. هنا ما بين الشجرة والشجرة كاينة 10، ها 10 و20 وعاد هاد المسافة هنا. إذا راه كتر من شجرة هنا، هاد المسافة اللي بقات هنا فهي كافية. الجواب رقم 1. ما بين الشجرة والشجرة كتكون 10 متر. الجواب 1. تعقلوا السؤال رقم 3. باش نمشي بسرعة منخفضة في هذه الهبطة نقص من درجات السرعة تدريجيا؟ الجواب 1. نحول مبدل السرعة نقطة عطالة؟ الجواب 2. نستعمل الحصار ديال بصورة متصلة؟ الجواب 3. في الهبطة مع عمرنا كنستعملو الحصار بصفة متصلة ومع عمرنا كنديرو نقطة عطالة. نقطة عطالة هي البوامور. وشنو كنديرو في الهبطة؟ كنديرو دوزيام. دوزيام هي انك تنقص السرعة بالتدريج من الكبير حتى للصغير. ديما في الهبطة حاول تهبط بالدوزيام. هنا السؤال ديال الحصار كاين فيه جوج اسئلة. الا كيقول لك نستعمل الحصار مرات متوالية دير نعم، اما بصورة متصلة ولا باستمرار دير لا. كاين جوج اسئلة. الا قال لك نستعمل الحصار بصورة باستمرار هذاك الجواب لا ما ديروش. بصورة متصلة جواب لا ما ديروش. ما يقول لك متكررة ولا متوالية، نعم، لأن تقدر توشي الفران، لأن باش غتقراطي الفيتاس خصك توشي شوية الفران وتنقص. إذا الجواب 1 هو الصحيح. في الهبطة نقص من درجات السرعة تدريجيا، لأن إلا فرانيتي متصل هذاك اللي في المراية راه غادي يصطدم معاه. سؤال 4. أثناء الحصر الاستعجالي تحبسوا لي العجلات، واش نستعمل الحصر؟ الجواب 1. نخفف من الضغط ثم نضغط مرة أخرى على الحصار؟ الجواب 2. كما كتلاحظوا هنا كاين هاد الكرة هنا وهاد الدري تيلعب وأنا بغيت نفراني ولكن لصقوا ليا العجلات. كتوقع هاد القضية ملي كتبغي تفراني بالزربة العجلات كيتحبسوا لك، يعني السيارة كتولي غادا منزالقة غادا زالقة ما كيبقاوش يدوروا. اش خاصني نبقى داير أنا؟ خاصني نهز رجلي على لاكسيليراتور ونضغط مرة أخرى على الحصار، يعني متبقاش تمكسيري ولا هذا. وإلا بقيتي مفراني ما تبقاش مرك ثاني على الفران، لأن السيارة ولاو العجلات محبوسين. خاصك تعاود العملية من جديد، تهز رجلك على البيدال ديال الفران وتعاود تضغط مرة أخرى، تخفف من الضغط ثم نضغط مرة أخرى على الحصار. الجواب 2 هو صحيح. ننتقلوا للسؤال رقم 5. إلا زلقت مؤخرة سيارتي بهذا الشكل واش نستعمل الحصار؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. ندور مقود السيارة ببطء اليمين؟ الجواب 3، اليسر؟ الجواب 4. هنا كتبان مؤخرة السيارة زالقة في الطريق. إذا السؤال الأول ديال الحصار ديما الجواب ديالو لا، سواء كانت زلقة اليمين أو لا زلقة اليسر ديما حتى الفران ما ديروش، الحصار ما تستعمل. علاش ما كنديرش الفران؟ لأن ملي كنستعمل أنا الحصار في حالة ديال انزلاق العربة كتزيد تنزالق، وإلا كانت منزالقة في الربيع او لا شي بلاصه كتزيد تحفر العجله في الروي. هذه عقل عليها مزيان. الا تبورباو لك العجلات في الشتاء كتصوب ولا كان الربيع ولا شي حاجه حاول انك ما تفرانيش وما تزيدش تكسيري، لانك ملي كتفراني ولا كتكسيري كتزيد ديك العجله تحفر في الارض، خصوصا ديك اللي كتبوربا ليه الرويضه في شي جبال ولا الله يحفظ شي حاجه غتجيبك الايام وانت كتسوق وكتمشي لشي مناطق
الا زلقت لك الرويضه متبقاش تكسيري بزاف وما تبقاش تفراني بزاف، لان غادا تزيد العجله تحفر في الارض. اذا نستعمل الحصار الجواب ديالو غلط. وبالنسبه ندور مقود السياره، فين ما زلقت مؤخره السياره كتباع بالمقود. بحال دابا هاد الصوره ديال السياره الحمراء زالقه المؤخره ديال السياره اليسر، مشات اليسر، اذا خاصني نتبعها اليسر باش يلا نقاده. وإلا زلقت اليمين كنتبعها اليمين، ديما انا كنتبعها باش نقاده. الجواب الصحيح رقم 2 و4. ما نستعملش الحصار وندور مقود السياره ببطء اليسر. علاش قالك ببطء؟ باش تشد التوازن، ما يكونش انقلاب ولا شي حاجه الله يحفظ. انتقل السؤال رقم 6. يمكن الاشياء المحموله فوق السياره تجاوز القدام ديال السياره وحده، الجواب 1. الخلف ديال السياره وحده، الجواب 2. قدام والخلف ديال السياره، الجواب 3. هنا الجواب 2 هو الصحيح. السياره كتفوتها الحموله من الخلف فقط، وعندها شروط. خاص هاد الحموله ما تغطيش البلاكه وما تغطيش السطوب مع الفران وما تقيش الارض، ودير لها واحد الاشاره اللي هي ملونه، وتفوت السياره احد اقصى هو 3 متر. الجواب 2 من الخلف فقط. سؤال 7. اثناء السير العادي واجب علي نضع رجلي اليسريه كما هو مبين في الصوره رقم 1 ولا الصوره رقم 2؟ الجواب 2. هنا كتبان الصوره رقم 1 انك بعيد على لومبرياج، اما الصوره رقم 2 فانت واضع رجلك على لومبرياج، فهذا غلط. ما يمكنش الصوره العاديه نبقى انا ديما رجلي على لومبرياج، لا، كندير رجلي حدا لومبرياج. حتى الا بغيت نفراني اولا بغيت نقراطي عاد كندير لومبرياج. اذا الصوره رقم 1 هو الطريقه السليمه في الطريق اللي تكون عاديه. انتقلوا للسؤال رقم 8. مسموح بالسير في هذه الوضعيه غير في التجمعات السكنيه، الجواب 1. غير على مسافه قصيره، الجواب 2. ما مسموحش بالمره، الجواب 3. هنا هاد الدجاجه الخلفيه ما خصهاش تغطى بالحموله نهائيا. علاش؟ لان عندك الريتروفيزور، المرايه ديال الوسط كتبين لك الخلف، فهذه راه مخالفه، ما مسموحش ليا بالمره. الجواب رقم 3. انتقلوا للسؤال رقم 9. في طريق ناشفه وفي هذه السرعه الا اضطريت نوقف غادي نحتاج تقريبا 8 متر، الجواب 1. 12 متر، الجواب 2. 16 متر، الجواب 3. هنا كيقولك طريق ناشفه وبالسرعه اللي غادي بها باش نوقف، بشحال غادي؟ انا غادي ب40، اذا 4 في 4 فهي 16. الجواب رقم 3. كنضربوا عشر السرعه في نفسه. انتقلوا للسؤال الاخير، سؤال رقم 10. في طريق ناشفه وفي هذه السرعه الا اضطريت باش نوقف، دابا هنا غادي ب 80، 8 في 8 هي 64. الجواب رقم 2. وهذا غنكونوا انهينا الحلقه ديال اليوم. انتظرونا في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله.